نشرة أخبار جامعة قناة السويس يقدمها لكم إعلام الجامعة، وفيها: مجلس جامعة قناة السويس يؤكد على جاهزية الأطقم الطبية داخل المستشفيات الجامعية استعدادا للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة. والدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة يعلن خلال الجلسة رفع درجة الاستعداد بالكليات لبدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، تقديم 5 حملات توعوية عن أهمية التأمين الصحي الشامل استهدفت 270 مستفيدا خلال شهرين. ويعرب مندور كذلك عن سعادته بالتقدم الملحوظ لجامعة قناة السويس في 7 مجالات بتصنيف شنغهاي الدولي. كما قدم رئيس الجامعة التهنئة لعلماء الجامعة لظهورهم المتميز ضمن قائمة ستانفورد لأعلى 2% من الباحثين في العالم الأعلى استشهادا لعام 2023. الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس يتقدم مسيرة طلابية لدعم القضية الفلسطينية، وشباب الجامعة وقياداتها يتحركون بمسيرة حاشدة وينظمون وقفة تضامنية مع أهالي غزة. جامعة قناة السويس تظهر بالترتيب الأول مصريا وال401 إلى 500 عالميا في مجال علوم الإنسان البيولوجية بتصنيف شنغهاي 2023، حيث ظهرت بترتيب متميز في 7 مجالات أكاديمية. كما حافظت جامعة القناة كذلك على ترتيبها محليا وعربيا ضمن التصنيف البريطاني QS، وظهورها ضمن أفضل 100 جامعة عربية بترتيب 21 على المنطقة وال15 محليا من بين 36 جامعة مصرية. رئيس جامعة قناة السويس يستقبل نائب وزير التعليم الصيني ويصرح: معهد كونفوشيوس نقلة حضارية للثقافة الصينية، ونسعى لإنشاء مركز الدراسات والبحوث المصرية الصينية. ونائب وزير التعليم الصيني يدعو لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، ويرحب بطلاب جامعة القناة في الصين. انطلاق المؤتمر الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس، ومندور يؤكد على مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة داخل وخارج الحرم الجامعي. ومعرض تراثنا ال26 يقام على هامش المؤتمر للحرف اليدوية والتراثية. ختام فعاليات المؤتمر الخامس للدراسات العليا والبحوث لكلية الطب البيطري بعنوان سلامة الغذاء وصحة الحيوان. ويوصي المؤتمر بتدريس الثقافة الغذائية في المدارس والجامعات والمعاهد. ومعرض تراثنا ال27 يقام على هامش المؤتمر بمشاركة العارضين من المشغولات اليدوية والحرفية المتنوعة. رئيس الجامعة يهنئ فريق المسرح الحاصل على المركز الأول بمهرجان مراكز الفنون الموسم الرابع هذا، وشاركت بالمسابقة 18 جامعة مصرية. زراعة قناة السويس تستقبل تلاميذ مدارس الفاروق عمر الابتدائية وعاطف بركات والطائف في زيارة ميدانية لطلاب المدارس إلى جامعة قناة السويس. ومندور يؤكد على أهمية ربط طلاب ما قبل التعليم الجامعي بمجتمع الجامعة. تكليف بدران سليمان بالعمل مديرا عاما للشؤون المالية، وناهد عبد الوهاب مديرا لإدارة المخازن الرئيسية، والتجديد لمنار السيد مديرا عاما للشؤون الإدارية بجامعة قناة السويس. كانت هذه نشرة أخبار جامعة قناة السويس قدمها لكم إعلام الجامعة. شكرا للمتابعة.